بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هقول لكم تجربتي مع الجبنة الرومي في البيت. هنعملها مع بعض وفي الآخر هقول لكم يعني وجهة نظري عنها. كوباية من اللبن، وحطيت عليها حوالي 100 جرام زبدة، وكمان كان عندي معلقتين من القشطة حطيتهم، وهنفضل نقلب الكلام ده مع بعض لحد ما يسيح ويبدأ اللبن يغلي. هنزل فيه بالجبنة القريش اللي انا كنت مصفياها من المية قبل كده. الجبنة القريش ما فيهاش ولا نقطة مية. حطينا الجبنة زي ما انت شايفة كده، وهنبدأ ان احنا نهرسها كويس في اللبن. الجبنة الرومي الولاد بيحبوها جدا، الولاد الصغيرين بصفة عامة. كمان لو انتي كمان عايزة تسيحيها في نص رغيف كده بالليل لو جعانة ولا حاجة، اسهل حاجة ممكن تتعمل يعني. بتيجي من بره طبعا، مش بتتعمل في مصر، وبتبقى جاية متخزنة ومحطوطة كده بأشكال غريبة ومرمية كده على بعضها، وحاجة مش التخزين والنقل بتاعها حاجة مش حلوة. فلو احنا عملناها في البيت دي تبقى حاجة جميلة جدا يعني. حتى لو كانت بتتعمل في المصانع والشركات بتاعتنا هنا جوه مصر كانت هتبقى حاجة مقبولة، برغم ان الولاد بيبقوا مقبلين عليها قوي، الا انها تعتبر مش صحية. زي ما انتي شفتي كده، اول ما ساحت معايا وهرستها كويس وبدأت تنعم، ضربتها في الخلاط علشان تبقى كريمي زي ما انت شايفة كده. بعد كده ضفت عليها حوالي نص معلقة من البيكنج باودر، نص معلقة مش معلقة كاملة، وهقلب فيها كده ايدي فيها. وزي ما وريتك كده النار تقريبا شبه مطفية، يعني النار هادية جدا. في الوقت دوت هعزز اللون بتاعها، وحطيت لها لون صحي، لون طعام صحي، علشان تبقى قريبة من الجبنة الرومي اللي احنا بنشتريها. هنقلب فيها، مش هنسيبها ايدينا فيها علشان ما تتلسعش وتتحرق. بعد كده طبعا لحد دلوقتي لسه الطعم بتاع الجبنة الرومي مش موجود. ده هنعمله ازاي؟ بان احنا هنجيب حوالي تمن جبنة رومي، حاجة بسيطة. حتى لو عندك ولادك كان عندهم بياكلوا سندوتشات وتفضل منهم بواقي من الجبنة، هتطلعيها وتحطيها. يعني احنا هدفنا زي ما اتفقنا ان احنا بنعمل وصفات صحية وموفرة داخل القناة، مش ان احنا بنعمل وصفات وبس. بتبدأ الجبنة الرومي اللي انا حطيتها حاجة كده زي ما قلنا للريحة والطعم بس، بتبدأ تسيح داخل الخليط بتاعي، وايدي فيها مش هشيل ايدي منها خالص. عايزة تحطي فيها فلفل اسمر حب، تمام، ممكن تحطي زي ما انا حطيت كده. وكمان لو عايزة تحطي فيها زيتون دي حاجة براحتك خالص. انا ما حطيتش عليها جبنة موتزاريلا، فما كانتش تقريبا بتمط معايا كويس. فلو انت عايزة تعززي الموضوع بتاع المطة ده، ممكن لو عندك حتة جبنة موتزاريلا هتحطيها فيها هتبقى تمام خالص. بصي وقت ما بتلم على بعضها كده وتبدأ المادة الدهنية اللي فيها تفصل، على طول هجيب ربع كوباية من المية واحط فيها معلقتين مليانين على الاخر، يعني معلقة هرمية من النشا، هدوبهم كويس وبعدين انزل على الخليط بتاعي ده. هنا طبعا الولاد فرحانين وواقفين بيساعدوني، ماما هتعمل لنا جبنة رومي في البيت. يعني تخيلوا نفسهم جوه المصنع، فكانوا فرحانين بالموضوع ده. قلبنا زي ما انت شايفة كده لحد ما نوصل. بصي انت هتعرفيها لما تستوي، لما تستوي هتبدأ كده تلم على بعضها، والفرولة اللي فيها دي هتروح. جبنة الرومي بقى تستخدميها في بيتزا زي ما قلنا كده. حد من الولاد جعان بالليل ولا حاجة ممكن يسيحها في سندوتش وياكلها.
مع السمبوسة، مع اي حاجة. هي جميلة بصراحة. هتبدأ بقى تلم معايا ايدي فيها حوالي 20 دقيقة. معلش ما تتعبيش، بس حاجة صحية بتعمليها لولادك في البيت. بصي لمت معايا كده تقريبا استوت. بالنسبة بقى لوجهة نظري انا، هي انها تبقى جبنة رومي زي اللي احنا بنشتريها من بره، طبعا لا، ده مستحيل يعني. لان هم ليهم تكنيك كده معين ليها، وليهم حاجات احنا نفسنا في مصر مش بنعملها كشركات كبرى، فاكيد انت في البيت مش هتعمليها. لكن انت بتعملي حاجه قريبه، بتاكلي ولادك جبنه قريش اللي هم مش بياكلوها اساسا. يعني انا عندي الولاد لو قطعتهم مش هيمدوا ايديهم في الجبنه القريش، بس بفضل الله عجبتهم جدا الطريقه دي، وحطيتها لهم كمان في بيتزا. يعني انا مش بعمل لكم الوصفه غير لما بجربها في كذا حاجه. حطيتها لهم في البيتزا، كانوا عجبهم جدا. فدي ان احنا نوصل للمرحله دي في حد ذاتها حلو جدا. هتستعمليها بقى في سمبوسه، هتستعمليها في كل حاجه زي الجبنه الرومي بالظبط. فهي كتجربه حلوه جدا، مش فاشله، تجربه ناجحه. فممكن تعمليها موفره، احنا ما اتكلفناش تقريبا حاجه فيها. فان شاء الله هتعمليها وهتعجبك، وتقولي لي رايك في الكومنتات. بعد ما حطيناها بقى في كيس، احنا الكيس دوت انا غلفته بالزيت، وهحطها واضغط عليها كده زي ما انت شايفه بحجر او بحاجه جامده علشان نفرغ الهواء اللي جواها. بيتها ليله. يعني انا كده وانا الصبح رايحه اعمل سندوتشات للولاد، عملتها من قبلها بيوم، وجيت اطلعها الصبح وانا رايحه اعمل سندوتشات للولاد. والله حلوه جدا، حلوه جدا كتجربه في البيت، مش كجبنه رومي بتاعت مصانع او المستورده اللي احنا بنجيبها من بره ديت، ومرميه كده في الباخره او في السفينه اللي بتنقلها، وشكلها يعني ما يسرش لعدو ولا حبيب. لكن دي حاجه انت بتعمليها في البيت في منتهى الجمال. كده انا بقطع منها، يعني انا بوريك ان هي بسم الله ما شاء الله متماسكه، حلوه جدا. شايفه؟ في منتهى الجمال والله. وممكن تبشري منها كمان، يعني هنبشر منها شويه اهو عشان اوريها لك اهو. ممكن تشيليها مبشوره جوه العلب، ولما تحتاجيها تطلعي منها وتفرزيها، وفي رمضان تستعمليها بألف هنا وشفا. وكمان في السندوتشات للولاد حلوه جدا. بس خلاص، ودي كانت تجربتي النهارده مع الجبنه. يا رب تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل جرس الاشعارات، باذن الله يوصل لك كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم.